اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. بتفري العيد ناعم وبيدوب في البق وتتحدي بيه اغلى المحلات. وبدل ما تشتريه من بره بالغالي هتعمليه في البيت بابسط المكونات. تعالوا نعمله مع بعض ونشوف مقاديرنا مع بعض. يلا بينا. معايا كوبايتين ونص دقيق وكوبايه الا ربع سكر، وكمان معايا كوبايه زبده وثلاث بيضات، واحدة كاملة واتنين صفار بس. هحط الزبدة كده على السكر، وأض- واضربهم مع بعض لحد ما يديني قوام كريمي، اللي هو يخلي الزبدة دي افتح شوية. تعالوا نضربها مع بعض. طبعا الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، فلازم تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تعرف تضربها كويس. بعد ما ضربتها كده ادتني القوام اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بقى بالبيض بيضة بيضة. في الاول هحط الصفار الاول، اللي هو الصفارتين. هحط صفارة واحدة الاول واقلبها لحد ما تتخلط كلها مع الخليط بتاعي مع الزبدة والسكر. وبعد كده احط بيضة بيضة لحد ما انزل بالبيض بتاعي كله. كده انا حطيت البيضة التانية، حطيت اول بيضة دوبتها الاول وبعد كده حطيت البيضة التانية. وادي البيضة التانية كمان دابت. هحط بقى البيضة الكاملة واضربهم كلهم مع بعض ويتخلطوا كويس كده علشان نعرف نحط بقية المكونات بتاعتنا. بعد ما حطيت الدقيق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البيض هحط بقى الفانيليا عشان زفرت البيض. حطيت معلقة فانيليا سايلة وكمان ربع، يعني انا حطيت معلقة وربع مع فانيليا سايلة. هضربهم بقى. طب انا ما عنديش فانيليا سايلة، ممكن احط فانيليا عادية. حطي كيسين فانيليا عادية برضه هتمشي معاكي. فالمهم ان انت تحطي حاجة تشيل زفارة البيض. بعد ما قلبتهم كده كويس جبت الدقيق بتاعي وحطيت عليه يا دوبك كده رشة ملح صغيرة. هنزل بقى بالدقيق واحدة واحدة واقلب. كل ما اقلب كل ما احط دقيق اقلب لحد ما اشوف هياخد معايا من الكوبايتين ونص دقيق دول كام قد ايه. افضل احط كده واقلب لحد ما اشوف القوام بتاعي. بس طبعا لقيت المضرب مش ماشي معايا في الدقيق والخليط بتاعي يعني، فقلت ما اقلب بالمعلقة افضل. طبعا لو عندك عجان كهربائي هيبقى هيسهل معاك الموضوع. لو عندك مضرب اللي هو المضرب البيض العادي ده برضه هيسهل عليك الموضوع. يعني على حسب، انا ما عنديش الكلام ده فبشتغل بايدي. وانا برضه لو ما عندكيش المضرب اللي هو بالكهرباء ده، يعني لو عشان تدخلي الزبدة والسكر في بعض ويعملوا معاك القوام الكريمي ده، تدعكهم بايدك كده في الطبق لحد ما يديك القوام ده. عشان القوام ده هو اللي بيدي معاكي البوتيفور، يخليه هش وطري وناعم ويديك ويدوب في بقك. هنحط زي ما شفتوا كده. حطيت كمان تاني دقيق. هفضل احط بقى لحد ما تديني العجينه اللي انتوا شايفينها دي. ما بتلزقش في الايد. هي كده ناقص لها حاجات بسيطه. هي همسكها الاول اقسمها على طبقين علشان اعمل نص يكون بالشوكولاته ونص يكون ابيض. اخدت النص الاولاني حطيت عليه معلقه دقيق والنص التاني هحط عليه معلقه كاكاو. طبعا العجينه بتاعتي كانت لسه محتاجه معلقتين دقيق بس. انا بدل ما احط معلقتين الدقيق، لا قسمت الكميه نصين وحطيت هنا معلقه كاكاو وهنا معلقه دقيق وخلطتهم كويس مع بعض. واشوف العجينه بتاعتي بداية طريه وما بتلزقش في ايدي. هحطها بقى في الكيس بتاعي. طبعا انا عندي ماكينه البوتيفور احط فيها. لو ما عندكيش ماكينة البوتيفور وعندك كيس حلواني زي كده اعملي بيها وهتشوفي دلوقتي هي بتعمل ايه. واحدة واحدة كده، بدل بتنزل معاكي بالراحة وما بتجريش معاكي من القمع كده العجينة بتاعتك ناجحة. طب انا عندي مكنة البوتيفور، هتحطي كمان معلقة دقيق في العجينة. يعني انا حطيت معلقة بدل معلقتين الدقيق حطيت معلقة دقيق في ناحية ومن الناحية التانية حطيت معلقة كاكاو. انت بقى ممكن هتحطي 3 معالق دقيق علشان علشان تنزل معاكي من المكنة بطريقة كويسة. لكن انا عندي القمع ما عنديش المكنة فبستخدم القمع بتاعي. واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. لو عايزة تعملي كمية أكبر والكمية دي صغيرة ممكن تعملي، يعني مثلا أنا عاملة على قدي وعاملة الكمية دي. انتي بقى ممكن تضاعفي الكمية على حسب ما انتي عايزة. ممكن تعملي الكمية اللي أنا عملتها ديت تبقى بيضة والكمية التانية تكون بني أو تكون بالشوكولاتة.
فانت على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها، ممكن تعملي المقدار ده بني، او ممكن تعملي مقدار تاني يكون ابيض. فعلى حسب بقى انت حابه تعملي ايه. كده انا خلصت الابيض. هعمل بقى البني اللي انا عاملاه بالشوكولاته زي ما انتوا شايفين كده. بس هو ايه، كان في شويه في القمع جوه، بنزلهم الاول. طبعا هتديني في الاول كده اول كام واحده كده مشجره بين البني وبين الابيض، تدي لون حلو كده زي ما انتوا شايفين كده. لو في حتى طالعه منها كده سويها، بتنزل برضو عادي، ما فيهاش اي حاجه، ما بتخربش الرسمه بتاعتها. هنا بقى دخلتها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما طلعت معايا بالشكل ده. انا بخلي بالي من الفرن، كل شويه بفتح عليه واشوفه كده احمر من تحت ولا لا، وما بطلعوش من الصينيه قبل ما الصينيه تبرد. بسيبها في الصينيه، اول ما بيستوي معايا ويدي لون خفيف كده من تحت، معنى كده ان هو استوى معايا. بطلعه واسيبه في الصينيه زي ما هو عمل معايا الكميه دي. طبعا عندي مربى فراوله، بحط كده وبلزق الاتنين مع بعض واغرقهم في الشوكولاته. طبعا بقى زي ما انت عايزه تلزقيهم باي حاجه، يعني مثلا لو عندك مربى هتعملي، لو عندك شوكولاته هتعملي بالطريقه اللي انت حابه تزيني بيها. بس دي كده فكره بسيطه زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى الكميه بتاعتي كلها واوريها لكم دلوقتي. هفضل الزق كده كل اتنين مع بعض، الزقهم بحيث ان ايه، يديني اللي هي المنفوخه ديت اللي احنا دايما بنجيبها من المحلات. طبعا احلى طبعا من اللي بنجيبها من المحلات، عاملينها بايدينا ومفرحين ولادنا في بيتنا، بدل ما نشتريها من بره جاهزه. لا، عاملينها كده بايدينا كده. يعني ايه، لها فرحه تانية، يعني بنفرح بيها بنفرح بيها ان بدخول العيد. يعني حاجات حلوه في البيت كده. مستنيه ايه؟ قومي فرحي ولادك واعملي لهم الحاجات الحلوه، النواعم العيد ديت لولادك على دخول العيد كده، وفرحيهم بيها. حطيت يعني انا عامله كذا شكل، عامله شكلين اتنين بالقمع. بعمل كده، اطبقهم على بعض، كل واحده شبه التانية، واحطها ايه زي ما انتوا شايفين كده. ادخل مره شوكولاته، مره فراوله، على حسب ما انا حابه احط ايه. حطيت المره دي شوكولاته، لزقتهم في بعض ونزلتهم في الشوكولاته تاني، وفي الشوكولاته اللي هي الفرميسان دي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل بقى الكميه كلها وتعالوا شوفوها في الاخر ايه رايكم فيها. شكل وطعم وريحة تحفة. جربوها وقولوا لي رايكم هنا. وكنت بشوف كمان بوريكم كده من جوه، وكمان ناعمة وبتدوب ازاي. هنا الفيديو بتاعنا خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم، واشوفكم في فيديو جديد. يا سلام يا سلام، هو ده الشغل المظبوط، نعمل حاجة بايدينا احلى. يلا باي.